سلام بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا فيديو جديد على قناتي. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادا نحضر معكم اولا غادا نقدم لكم الكريب المالح والحلو بعجين وحده اللي ما تقدريش تستغني عليها. كيجيو روعه روعه ومذاق رائع. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحليب. غادي ناخذ 5 الكيسان ديال الحليب. كيف ما قلت لكم انايا هنا دوبلت المقادير، درت جوج مقادير. يمكن لكم انكم ديروا مقادير وحده يعني على حسب الاشخاص اللي كاينين. انا هنا كيف ما كتشوفوا درت 5 الكيسان ديال الحليب و4 الكيسان ديال الماء. كيف ما قلت لكم البنات خاصكم تاخذوا المقادير بالعبار. هنا كيف ما كتشوفوا درت معلقه كبيره ديال الملحه وجوج معالق ديال السنيده. ودابا هنا كيف ما كتشوفوا غادا ناخذ الطحين اولا الدقيق الابيض هو الفورص. غادي ناخذ الفورص وغادا ناخذ تقريبا 6 الكيسان ديال الدقيق الابيض. كيف قلت لكم يمكن لكم انكم ديروا نص المقادير الا بغيتوا، يعني غديروا 2 كيسان ونص ديال الحليب و2 كيسان ديال الماء و3 الكيسان ديال الدقيق الابيض ومعلقه سكر ومعلقه ديال الملحه. هذه بالنسبه الى بغيتوا ديروا المقادير وحده. انا هنا كي قلت لكم دوبلت المقادير على جوج. هي فاش درت انايا 5 الكيسان ديال الحليب 4 الكيسان ديال الماء، جوج معالق ديال السنيده ومعلقه ديال الملحه و6 الكيسان ديال الدقيق الابيض. يعني داكشي البنات يكون بالعبار باش يكونوا المقادير مضبوطين. من بعد ما درت 6 الكيسان ديال الدقيق الابيض، دابا غادا ناخذ 4 المعالق ديال الزيت العاديه. يمكن لكم انكم ديروا الزبده، انا هنايا ما بغيتش ندير الزبده، درت غير الزيت. يعني الاختيار كيبقى لكم، بغيتوا ديروا 2 معالق عفوا ديال السنيده اولا 2 معالق ديال الزبده. هذه بالنسبه الا خديتوا مقادير وحده. اما انا يعني كي قلت لكم دوبلت المقادير، درت 4 المعالق ديال الزبده اولا الزيت. يعني الاختيار كيبقى لكم. وهنا كيف ما كتشوفوا غادا نخلط المكونات حتى يتجانسوني مع بعضهم يولي لي الخليط كيف ما كتشوفوا فيه بحال هكا. ودابا غادا ناخذ المولينكس اولا تاخذوا الميكسور وتقسموه على جوج اول حاجه. ودابا هنا كيف ما كتشوفوا الحلو غادا ندير فيه 2 ساشي فاني. كيف قلت لكم البنات 2 ساشي فاني في كاس ديال في المقادير ديال الكريب ديالي. كيف ما كتشوفوا ها هو من بعد ما طحنته غادا نحطه في واحد الاناء ونخليه على جنب. ودابا كيف ما كتشوفوا يعني غادا ندوز العجين الثانيه. انا كيف ما كتشوفوا انا درت الخليط ما قسمتوش غير على جوج. انا درت الخليط المالح اكثر من الحلو، يعني كيبقى الاختيار ليكم. هنا كيف ما كتشوفوا الخليط اللي درتو المالح غنزيد فيه معلقه ديال الثومه غبره وغادا نطحنوه كذلك حتى هو. وغادا نديرو في واحد الاناء حتى هو وغنخليه على جنب. كيف ما قلت لكم يعني يمكن لكم ديروا انك تقسموا المقادير على جوج اولا تقسموا يعني على حسب الكميه اللي بغيتوا. انا هنايا درت الحلو قل من المالح حيت المالح بغيت منه بكثره. هنا كيف ما كتشوفوا غادا نغطي الخليط ديالي بالسلوفان وغادا نخليه على جنب. ودابا غادا ندوز نديرو الحشوه. كيف ما كتشوفوا هنا غادا خديت صدر الدجاج غادا قطعته طريفات صغار ودرت معاه شويه ديال الشحمه. يعني انا كتعجبني فيه الشحمه، يعني كل واحد والاختيار ديالو. وغادا نطحنو في الهاشوار. كيف ما كتشوفوا هنا ما بغيتش نطحنو بزاف، يعني طحنته غير واحد شويه. ودابا هنا كيف ما كتشوفوا غادا ناخذوا البصله البوردو وتا هي كذلك غادا نطحنوها في الهاشوار. يعني تا هي ما بغيتش نطحنها بزاف كيف ما كتشوفوا حيت هي اصلا دغيا كتذوب. وهنايا جمعت الكفته ديالي ديال الدجاج مع البصله ودرتهم في المقله اللي غادا نطيبهم فيها. درت شويه ديال الزيت العاديه وغادا ندير شويه ديال الزيت العود اولا زيت الزيتون. هذه اول حاجه كنبدا فيها. وغادا نخلطو نخليه حتى يطيب واحد شويه عاد غندير العطريه ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما طاب ليا شويه الحشوه ديالي دابا غادا نبدا في المقادير. درت معلقه ديال الملحه، معلقه ديال التحميره، نصف معلقه ديال البزار. درت هنايا كيف ما كتشوف شويه ديال الزعتر والريحان ومعاهم شويه ديال الثومه.
وهنايا كيف ما كتشوفوا غادا ناخذ معلقه من الحاجه. هنايا درت ماريناد ديال الدجاج معلقه، وغنسمهم بالحوت. غندير معلقه ديال العطريه ديال الحوت، ماريناد ديال الحوت، وغندير من معلقه من فالنسيا ديال الحوت، وغندير معلقه من العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. يعني هادو غير اختياريين، يعني كل واحد يدير العطريه اللي عنده. هنايا درت شويه ديال العطريه ديال الكفته، حتى هي درت منها معلقه، يعني كيطلقوا لي واحد المذاق زوين في الحوت، عفوا في الحشوه. وهنايا كيف ما كتشوفوا درت معلقه ديال القمرون غبره، ومعلقه ديال الثومه غبره. غادي نخلط هاد المكونات حتى يتجانسوا ليا مع بعضهم ونحصل على خليط متجانس. وغادي نخليه حتى يشرب ليا هذاك الماء اللي تلقاتو ليا البصله والدجاج، وغنخليه حتى يطيب مزيان وينشف ليا. عاد ديك الساعه نرجع لكم ان شاء الله. بالنسبه للعطريه يعني كل واحد اكتفى بداكشي اللي عنده، اولا بغيتو ديروا حتى كنور باش تطلق لكم النسمه ديال الحوت اولا ديال الدجاج اولا ديال اللحم، يعني كل واحد والاختيار ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الحشوه ديالي درت فيها شويه ديال الربيع، ودرت فيها معلقه ديال المطيشه الحك اولا المطيشه المعلبه، طماطم معلبه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا دابا ها الخليط ديالي واجد. دابا غادا نحاول نخلطو شويه وغادا نطيبو في المقله. ضروري البنات المقله تكون سخونه، غادي نسخنوا المقله مزيان، عاد غنرميو فيها الخليط ديالنا وغادي نخليوه حتى يطيب لينا مزيان. ضروري البوطه تكون ناقصه، تكون مهيله، يعني ضروري باش يطيب لكم الكريب مزيان خاص ضروري تكون البوطه ناقصه بزاف، يعني تكون ديما المقله عفوا البوطه تكون ناقصه في العافيه، حيت الا جهدتو شويه ما غاديش يطيب على خاطره وغادي يتحرق لكم. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت لي على هذا الجنب غادا نحاول ندورها وغنبقى مره نقلبها باش تعطي واحد اللون واحد اللمعان، يعني الضوء يعني تجي محمره من تما، ما تحرقش ليا وما تجيش عاطيه لون واحد. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا غنبقى كل ساعه نحرك فيها ندور فيها عفوا باش تحمر ليا من جميع الجوانب. كيف ما كتشوفوا غنبقاو بحال هكا كل ساعه ندور فيها حتى تطيب ليا مزيان وتحصل على اللون اللي بغيت، وغادا نحيدها. كيف ما كتشوفوا دابا اللون ديالها، دابا غنحيدها وغنرمي واحده اخرى. كيف كتشوفوا باش تعرفوا باللي الكريب كيكون ناجح ضروري كيتنفخ لكم. كيف كتشوفوا راه ما كيبانش في الكاميرا مزيان، يعني كيتنفخ بهذه الطريقه هذه باش كيطلق واحد باش كيكون محلول من الداخل. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الكريب ديالنا مواجد. هذا الكريب الحلو مازال ما وجدتش معكم المالح. دابا من بعد ما وجدت الكريب ديالي كيف كتشوفوا هذا هو اللون اللي كيعجبني انايا فيه. دابا هنا غادا ناخذ شوكولا ديال الدهن، يمكن لكم ديروا اي شوكولا بغيتو. وهنايا غناخذ البنان اللي غنقطعوه دوائر. وهنا كيف ما كتشوفوا غادا ناخذ شوكولا ديالي وغادا نحاول ندهن النص ديال الكريب ديالي. كيف قلت لكم الشوكولا انكم ديروا اي شوكولا بغيتو. انا صراحه عجبني هذا الشوكولا هذا كيعطي واحد المذاق زوين كيجي بنين في الكريب. يعني يمكن لكم انكم تاخذوا غير شوكولا عادي وتذوبوا اولا اي شوكولا بغيتو ديروا نوتيلا بغيتو ديروا اي شوكولا، يعني كل واحد والاختيار ديالو. دابا كيف ما قلت لكم غادا غندهن النص ديال الكريب ديالي وغادا ناخذ ربع باش غنعمرو بالبنان اولا يعني اي ديسير بغيتو، يعني كل واحد والاختيار ديالو. انايا درتو هنايا بالبنان. غادا نعمر ربع ديالو وغادا نجمعها على شكل مثلث، ندورها على 4 كيف كتشوفوا، وغادا نحطها جانب. وغادا نوجد معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. البنات غديروا الشوكولات غادي تدهنوا به النص ديال الكريب ديالكم، غدهنوها بالشوكولات وغديروا فيها البنان كيف ما قلت لكم، يعني نعمروا الربع ديالو يعني ونسدها كيف قلت لكم. يعني يمكن لكم ديروا اي يعني شكل اللي بغيتو. بغيتو انا درتو على شكل مثلث، يمكن لكم انكم ديروا على شكل مربع يعني تعمروه غير من الوسط، اولا ديروا على شكل صيغار
يعني كل واحد والاختيار ديالو، يعني كل واحد يدير له اللي كيف ما بغى. وبالنسبه للديسير يعني كل واحد يدير الديسير اللي بغى، يعني كل واحد والاختيار ديالو في اي حاجه. انا هنا كيعجبني الكريب بالبنان، داكشي علاش درتو بالبنان. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي ندوزو الحشوه، عفوا الكريب المالح. غادي نخلطو شويه وغادي ندوز المقله من بعد ما تسخن ليا مزيان. عاد ديك الساعه غادي نطيب الكريب ديالي. كيف كتشوفوا البنات ضروري ما تخلوه يتنفخ واحد شويه. شوفوا كيف كيتنفخ، ما عرفتش في الفيديو ما كيبانش مزيان، يعني راه ما دايرين فيه لا خميره لا والو. هو ملي كيتنفخ من الداخل يعني باش كيتحل من الداخل وكيجي غزال. البنات يمكن لكم انكم تجربوه وديروا المقادير مضبوطين كيف ما عطيتكم العبار اللي عطيتكم راه هو اللي كاين. وغادا نحاول انني نقلبها ومره مره نبقى ندور فيها حتى تعطيني هذا اللون هذا على كيف ما قلت لكم. وغادا نحاول نكمل الكريب ديالي كامل ونرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. دابا كيف ما كتشوفوا معايا دابا هيا عندنا الحشوه ديالنا من بعد ما طابت ونشفات. وهنا كيف ما كتشوفوا الكريب ديالي من بعد ما طيبته كامل ها هو كيف كيكون. يعني انا كيعجبني هذا اللون هذا باش يبقى في اللون ديالو. وهنا عندنا شويه ديال الماء مع شويه ديال الدقيق الابيض باش نلصق الكريب ديالي باش مني غادا نديرو يتقلى ما يعني ما يتحلش ليا. هنا كيف ما كتشوفوا غادا ناخذ الكريب، غادا ناخذ الحشوه ديالي وغادا نديرها الوسط على هذا الشكل هذا، حيت انا غادا نديرو على شكل مربع الوسط. يعني غنديرو الوسط غنديرو على شكل مربع باش غادا نقليه. كيف كتشوفوا معايا غادا ناخذ فرماج ساندويتش، غنقسمو على كل وحده نقسمها على ربعه. علاش؟ حيت عندي الحشوه غير الوسط، يعني باش يعني غندير كل يعني على قد القياس ديال الحشوه ديالي. وغادا نحاول نجمع الكريب ديالي على هذا الشكل هذا. وفي الاخر يعني اللي غنسد بها ضروري خاصني ندير فيها شويه ديال الطحين مع الماء باش نلصق بها باش مني نكون نقلي فيه ما يتحلش ليا. بالنسبه اللي ما بغاش يقليه يمكن لكم انكم ديروه حتى في الفران كيجي غزال. يمكن لكم ديروه في الفران اولا ديروه في بانيني اولا تقليوه. يعني انا ديجا حطيت معكم واحد لا فيديو فيه الكريب المالح بثلاثه الاشكال، يعني ديال البانيني وديال الفران وديال القلي. يعني كل واحد والاختيار ديالو. يمكن لكم انكم ديروا على شكل صغار اولا ديروا على شكل مربع اولا ديروا على شكل بريوات. يعني هادو كلهم راني ديجا حاطه لكم واحد الفيديو العام اللي فات بنفس الطريقه وبنفس بطرق جديده. يعني درت لكم الطريقه ديال الفران والطريقه ديال البانيني والطريقه ديال القلي. يعني كل واحد والاختيار ديالو يدير اللي بغى. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا غير بغيت نوريكم يعني بعجين واحده راني درت بها الكريب المالح والحلو. انا كيعجبني هذا، كيعجبني كيجي الطريقه ديالو كيجي غزال. ودابا غادي نكمل الكريب ديالي كله كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو كملت الكريب ديالي المالح كله. ودابا غادي ندوزو باش نقليوه. هنا كيف ما كتشوفوا خديت البيض اللي طربته مزيان وخديت هنايا لا شابلور. وغادا ناخذ الزيت غنديرو ضروري خاص الزيت يكون سخون البنات. كيف ما كتشوفوا ها هو الزيت ديالها يسخن باش تعرفوا بلي سخن. غدير واحد شويه ديال النقطه ديال البيض تما ومني غتشوفوها بحال هكا يعني بدات كتقلى عرفوا بلي راه الزيت سخن. عاد ديك الساعه غادي نبداو نقليو الكريب ديالنا. اول حاجه غادي نديرو غادي ناخذوا الكريب غادي نديروه في البيض، يعني نغطسوه مزيان في البيض وغادي نديروه في لا شابلور. نحاولوا نديروه من الجوانب كامله وغادي نرميها في المقله ديالي. غادي ندوز معكم واحده اخرى. غادي ناخذ كي قلت لكم الكريب ديالي غادي نديروه نغطسو في البيض. راه ما كيشربش البيض بزاف البنات. صافي غنديرو في الكريب وغنعاودو في لا شابلور غندهنو مزيان البنات من بلا شابلور وغادي نرميه يتقلى في هذا. بامكانكم انكم ديروا كيف قلت لكم بامكانكم انكم ديروا في بلاصه لا شابلور غديروا السميده رقيقه اولا ديروا الشيبس. الشيبس حتى هي كتشدوها الطحن يعني تطحنوها ولا تدققوها مزيان وديروها حتى هي على شكل شابلور. يعني اللي ما كانش عندكم ولا شابلور راه عادي يعني كديري غير الخبز كتكرميه مزيان وكطحنيه كيعطيكم على هذا الشكل هذا. يعني كي قلت لكم كل واحد والاختيار ديالو يدير اللي يعني اللي مسلكاه واللي موجوده عنده في الدار.
هنا كيف ما كتشوفوا دابا غادا نخلي الكريب ديالي حتى يتحمر ليا ويعطيني اللون اللي بغيتو انا، وغادا نقلبو على الجهه الثانيه. كيف ما كتشوفوا انا عطاني هذا اللون هذا، يعني بدا كيتحمر. ودابا غادا نقلب الاخرين حتى همايا حتى يعطوني اللون ديالهم كذلك كلهم باش يطيبوا ليا. وغادا نكمل الكريب ديالي ونرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكريب المالح والحلو. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا. كتشوفوا كيف كيجي صراحه البنات كيجي غزال، والمذاق لا يوصف، يعني المذاق رائع البنات. كنتمنى انكم تجربوا ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الكريب المالح، كيجي البنات مقرمش وكيجي معلك بالفرomage، صراحه كيعطي واحد المذاق رائع البنات. كنتمنى انكم تجربوه. وهنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الكريب ديالي، انا صورته معكم باقا في الكوزينه، ما صورتوش مني حطيته هنا، كنت زوقته بالشوكولا من الفوق والسيرو ديال الفريز حتى هو زوقته به من الفوق. يعني يمكن كي قلت لكم يعني كل واحد والاختيار ديالو. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى ان هذه الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، ونخليكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.